سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأحيي الشعب المصري الأصيل العريق، وأحيي أبناء هذا الشعب خصوصا الشباب منهم الذين ثاروا لكرامتهم وثاروا لأمتهم وخرجوا من بيوتهم ينشدون الكرامة والحرية للإنسان المصري بعد أن قهرته الحياة وبعد أن أصمت أذنيها عنه حكوماته المختلفة. هؤلاء الذين عاشوا لأنفسهم وتركوا الشعب يعاني ما يعاني، نهبوا أراضي مصر واختلسوا وسرقوا ثروات مصر، وأصبح كما يقول المثل المصري حاميها حراميها، أو كما يقول الشاعر العربي وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب. الشعب المصري خرج يعني بحرية وبأصالة، لم يحركه أحد ولم يعمل لحساب حزب ولا هيئة ولا جماعة، ولكن عمل لحق نفسه ولكرامة نفسه. ولهذا نحن نحيي هؤلاء الشباب ونحيي تطلعاتهم ونحيي ما ينشدونه من حياة حرة كريمة يسعى إليها كل إنسان حر كريم. نحيي هؤلاء الشباب ونترحم على شهدائهم، ونقول للفراعنة الذين يحكمون مصر ما قاله فرعون من قديم، ما قاله شعراء أحمد شوقي لفرعون توت عنخ آمون حينما احتفل به الناس حينما اكتشفوا قبره. قال له يعني بعض الأبيات الحكيمة، قال له: زمان الفرد يا فرعون ولى، ودالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. هذا من 80 سنة، فيأتي الفراعنة الجدد يريدون أن يفرضوا أنفسهم على الناس. هيهات هيهات. نعم فضيلة الشيخ، لها الآن نعم. وإرادتها، وإذا أرادت الشعوب لن يستطيع أحد إلا أن يستجيب لرأيها. نعم. فضيلة الشيخ، يعني الكثيرون يتحدثون عن فكرة عدم مشروعية الخروج على الحاكم. نعم، يتحدثون عن عدم مشروعية الخروج على الحاكم وضرورة طاعة أولي الأمر وما إلى ذلك. هناك من رجال الدين من يركز على هذا الخطاب في هذه اللحظات. نريد من فضيلتكم أن تدلي بدلوك فيما يتعلق بهذا الجدل الديني. هذا يعني سوء فهم للدين، لأن الإسلام يجعل يعني حق الطاعة لمن أطاع الله ونفذ أحكامه في العدالة والكرامة والحرية. أما من خرج على الدين وظلم الشعب وسرقه ونهب يعني ثرواته فكيف يطاع؟ لا طاعة لأحد في معصية الله، والمسلمون مجموعين على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هناك يعني حكاما ظلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بجهادهم، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة أجارك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي. برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يصدق هؤلاء الحكام بكذبهم ويعينهم على ظلمهم. فالإسلام لا يقبل إطلاقا أن ينصاع الناس للحاكم الظالم، بل يحكي القرآن يجعل الذين يطيعون الحاكم الظالم
نعم. هم مثله، لأن قال إن فرعون وهامان وجنودهما نعم. كانوا خاطئين فأخذناه وجنوده، فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وذم الشعب المصري الذي أطاع فرعون، قال فاستخف قومه فأطاعوه. نعم. فلذلك يعني نحن نؤيد الشعب حينما يرفض أن يستخف به فرعون، وفرعون لا يزال هو فرعون. نعم. ولذلك المصريين عندهم مثل يقولون قالوا لفرعون ماذا فرعنك؟ قال لم أجد أحدا يردني. فهم الشعب قام الآن يرد فرعون عن ظلمه، وهذا ما يأمر به الإسلام، يأمر بأن يقف الناس في يعني منظومات قوية. شكرا جزيلا لك. حتى يصلوا إلى حقوق أنفسهم بالتكاتف وبالتعاون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ يوسف.